الفيلم بيبدأ بالظابط ادوارد، وكان بيجري ورا مجرم وكان هيمسكه، بس المجرم بيطلع سلاح وكان هيقتله، وبعديها السلاح بيقع على الارض وبيختفي، والمجرم بيهرب منه وبيتسلق عمارة، وادوارد بيطلع وراه وبيقول له انا فشلت في المهمة بتاعتي، وهو هيجي يقتلني ويكمل المهمة والعالم بتاعكم هينتهي. وبعدها بينط من فوق المبنى، وادوارد بيحققه معاه، ومحدش كان مصدق ان بشر يقدر يتسلق عمارة. وبعدها بيجي الظابط كي وبيسأله وبيقول له هو قالك ايه؟ قال لي العالم بتاعكم هينتهي. وسأله لو كان معاه سلاح، قال له كان معاه سلاح شكله غريب. وراح عند واحد بيبيع أسلحة، وإدوارد قال له الراجل اللي معايا ده مجنون، ولازم توريله الأسلحة اللي عندك لإلا هيقتلك. ولسه هيعد لغاية 3، كي بيفجر دماغه، وإدوارد بيتفاجئ إن دماغه بتطلع تاني وإنه كائن فضائي. وبعدها بيوريهم الأسلحة اللي عنده، وإدوارد بيلاقي السلاح، وكي بيقول له إن القاتل جه الأرض عشان يقتل شخصية مهمة، وبيسأله لو يعرف مين الشخصية المهمة، وهو ما كانش عارف. ولما بيخرجوا كي بيشغل جهاز على ادوارد بيمسح الذاكره وبيحط مكانها ذكريات جديده، وبياخده وبيروحوا على مطعم، وبيقول لادوارد ان في ميعاد شغل بكره الساعه 9، وبيسيبه ويمشي. وبالليل بتنزل مركبه فضائيه على مزرعه، صاحب المزرعه بيخرج يشوف في ايه، بيلاقي حفره كبيره قدامه، وبيبص فيها بيلاقي كائن بيسحبه جواها، وبيخرج الكائن الفضائي بس بيكون لابس جلد صاحب المزرعه. يطلب من مراته ميه بسكر، مراته بتقول له انت جلدك مش في مكانه، قال لها عندك حق، وراح عادله وهي يغمى عليها. وبنروح على ادوارد وهو رايح امتحان الشغل الجديد، وهو ما كانش عارف هو رايح يشتغل ايه. ولما بيوصل بيكون في جنود من كل القوات، ومدير الوكاله اسمه زد، وبيقول لهم ان احنا محتاجين واحد بس، وهيكون في اختبارات بدنيه وفي الذكاء والتركيز. وبيبدأ الاختبار الأول، وإدوارد ما كانش عارف يكتب إزاي، وبيروح يشد الترابيزة اللي في النص وبيحطها قدامه. وبعدها كان في اختبار للتصويب، وكان في رسومات لوحوش كتير، وكان معاهم بنت صغيرة، وكل الجنود بيضربوا ضرب عشوائي، وإدوارد بيستنى وبيضرب طلقة واحدة في دماغ البنت. وزد بيجي وبيسأله ضربت البنت الصغيرة ليه؟ قال له الوحش دوت بيلعب رياضة، ما كانش هينفع أقتله، والوحش ده عنده برد وفي ايده منديل، ودي بنت صغيرة في مدينة كلها وحوش وعندها 8 سنين وماسكة كتاب فيزياء بتاع ثانوي، والكتاب ده مش لسنها، أكيد هي اللي بتشكل الخطر. وبيخرج وبيكون كي مستنيه بره، وبيقول له انت نجحت في الاختبارات، وشرح له ان سنة 1950 الحكومة عملت منظمة سرية للتواصل مع الكائنات الفضائية، وبعد ما تواصلوا مع الكائنات الفضائية اتفقوا ان الارض هتكون مكان للاجئين من كل الكائنات الفضائية، وهيقدروا يعيشوا في سلام على الارض. وادوارد ما كانش مصدقه وكان عاوز يمشي، وقاله تعالى شربك كوباية قهوة. ولما دخل كان في حشرات بتتكلم مسؤولة عن البوفيه، وبيصدق كي اخيرا. وبعدها بيشرح له ان الاتفاقيه بتقول ان يكون على الارض 1500 فضائي بيجوا الارض عشان يعيشوا حياه طبيعيه. وادوارد بيساله ويقول له ليه ما قلتوش للناس؟ قال له ما ينفعش الناس تتفاجئ ان في كائنات فضائيه حواليه، وانت لسه عارف ان في كائنات فضائيه وخفت. ويسيبه يفكر في العرض. وتاني يوم ادوارد بيقبل الشغل وبيروح المنظمه وبيشوف الكائنات الفضائيه من حواليه، وكي بيفرجه على المكان وبيلمس كره صغيره بالغلط وبتتحرك في كل مكان وكانت هتدمر المنظمه، وكي بيمسكها وبيرجعها مكانها تاني، وبيقول له اوعى تلمس حاجه. وزيد بيقول له جه الوقت انك تلبس اخر بدله في حياتك، وبيروح يلبس البدله وبيشيلوا اسمه من كل السجلات وكانه ما اتولدش من الاصل، واسمه الجديد جاي. والكائن الفضائي بيروح لواحد عشان يقتله، وبيكون رايح مكان فبيمشي وراه، وبيوصل مطعم ويدخل يقابل واحد وبيحذره ان هو في خطر، وبيقول له ان في حشره وصلت كوكب الارض وجات عشان تقتلك يا امير، وعشان عاوزه تاخد المجره. ولسه ما كملوش كلامهم كانت الحشره وصلت وحط لهم الاكل ووقع منه شويه حشرات من ايديه، والامير قال له انت مش تقدر توصل للمجره، وبعديها بيقتله وبياخد علبه من على الترابيزه وبيخرج بسرعه. والقطه بتاعت الامير بتزعل عليه جدا، وجاي وكاي بيشتروا جرايد وبيقروا عن واحده بتقول ان مخلوق فضائي سرق جلد جوزها، وبيروحوا على المزرعه بتاعتها بيتكلموا معاها وبتقول لهم ان الشرطه جت ومحدش صدقني، انا جوزي خرج يبص على الحفره اللي بره رجع واحد تاني. وكاي بيمسح لها الذاكره بتاعتها، وجاي بيقول لها انت اللي طردت جوزك من البيت ولازم ترجعي تعيشي حياتك. وبيخرجوا يبصوا على مكان السفينه، وكاي بيكتشف انها حشره، وبيقول لجاي ان الحشره بتيجي الارض عشان تقتل بس، ولازم ندور في المشرحه. ويروح يقابلوا دكتوره المشرحه وتقول لهم ان جالي جثتين فيهم حاجه غريبه مش زي البشر العاديين، وبتاخد جاي بتوريه جثه الامير، وبتكون القطه بتاعته جت معاه وما كانتش عاوزه تسيبه،
وبيفحصوا الامير بس ما بيكونش عنده امعاء زي البشر. وجاي بيبص على ودنه وبيكون فيها حاجه غريبه وبيدوس عليها وبيفتح وش الامير وبيلاقي جواها كائن فضائي بيقول له ان المجره على حزام اوريون وبعديها بيموت. وجاي بيجي وبيمسح ذاكره الدكتوره وبتيجي ناس من المنظمه عشان تاخد الجثتين. والحشره كانت عماله تفتح العلبه اللي خدتها من الامير ولما بتفتحها بيكون جواها الماظ. والحشره ما كانتش عارفه المجره فين. وكي وجاي بيوصلوا المنظمه وبيشوفوا حزام اورين بس ما بيكونش فيه هناك مجرات. وبعدها بيكون في جيش جاي من كوكب اركن عشان عاوزين ياخدوا المجره بتاعتهم بعد ما الامير بتاعهم مات. وبعدها جاي وكي بيتجهزوا وكي اخيرا بيثق في جاي وبيديله سلاح وبيروحوا يدوروا في المحل بتاع الامير. بس بتكون الحشرة سبقتهم وبتدور في المحل بتاع الامير وبيشوف القط بتاع الامير وحوالين رقبته حزام على شكل المجره وبيخرج عشان يدور عليه. وكي وجاي بيوصلوا بس بيكون المكان متدمر. وجاي بيشوف الحشرة وهي بتهرب وبيضرب عليه نار وبياخدوا منه العربية اللي فيها السفينة بتاعته. وكي بيقول له انه كده مش هيقدر يهرب وبياخده وبيروحوا عند كلب وبيسألوه عن المجرة وبيقول لهم ان الامير كان حارس المجرة والمجرة موجودة على الارض. وجاي بيقول له ازاي مجرة كاملة على الارض؟ قال له لان حجمها بيكون صغير جدا زي كرة صغيرة او جوهرة. وجاي بيفهم من الحزام بتاع قطة الامير. والحشرة بتسأل واحد وتقول له الناس اللي بتموت بيودوها فين؟ قال له بيودوها المشرحة وبيتجه هو كمان على المشرحة. بس بتكون الحشرة وصلت الأول وبتسأل الدكتورة عن القطة وبتقول له أنا معرفش مكانها فين. وبعدها جاي بيدخل والحشرة بتستخبى وبيسأل الدكتورة عن القطة وبتقول له أنا معرفش مكانها فين. وكانت عمالة تفهمه إن في حد تحت السرير بس هو بيفهم حاجة تانية. وبتنزل القطة على السرير والحشرة بياخدها وبعدها بيمسك الدكتورة وبيهرب بيها وبيطلب منها إنها توصله مكان معين وبترفض ان هي توصله. بس لما بتعرف ان هو صرصار بتعمل زي اي بنت في مكانها. وبعديها جاي وكي بيروحوا المنظمه وشعب الاركل بيبعت لهم تحذير انهم يسلموا المجره لإلا هيدمروا الارض. وبعديها جاي بيفكر ويعرف الحشره هترجع لكوكبها ازاي. والحشره بتكون وصلت عند المركبه الفضائيه وكان واخد الدكتوره معاه عشان لو جه في الطريق بس هي قدرت تهرب منه. وجاي وكي بيوصلوا بس المره دي كي بيديله سلاح بجد وبيضربوا المركبه الفضائيه بالنار قبل ما تهرب. ولما بتقع بيخرج الحشرة من المركبة وجاي بيقول له حط ايدك على ظهرك وسلم نفسك بس بيشيل الجلد من على جسمه وبيبان شكل الحشرة الحقيقي. وبعديها بيبلع الأسلحة بتاعته. وكي بيقول لجاي اعمل أي حاجة المهم تخليه على الأرض. وبعديها بيروح للحشرة وبيقول له بلعني والحشرة بعديها بتاكله. وجاي بيحاول يمنعه انه يهرب وبيحدف عليه طوب وبيحاول يضربه بس مفيش فايدة. وبيحاول يمسك في ديله بس بيحدفه جنب صندوق زبالة وبيبص جنبه بيلاقي صراصير كتير جدا وفضل يقتل فيهم ويقول له انا اسف دخلك. طب دي عمتك حقك عليا انا اسف. لحد لما الحشرة بترجع تاني عشان تقتله بس كي بيضربه من جوه بطنه بالسلاح بتاعه وبيقدروا يقتلوا الحشرة وبياخدوا المجرة بيرجعوا على المقر المنظمة. وكي بيطلب من جاي انه يمسح له الذاكرة بتاعته وانه كان بيدور على حد عشان يكون بديل ليه وان هو نفسه يرجع تاني لحياته الطبيعية وبينسى كل حاجة حصلت له وبيرجع يعيش مع مراته من تاني. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.